اقفل الكتاب وراجع من دماغك. لو ما عرفتش تجاوب يبقى انت ما ذاكرتش حاجه. كلكم طبعا زنقتوا نفسكم تاني وتالت ورابع وعاشر قبل الامتحانات، ده الطبيعي يعني. كل الفتره دي عمال يقول لك ايه الحاجات اللي انت تعملها قبل الامتحان. انا بقى هاجي النهارده اقول لك ايه الحاجات اللي انت ما تعملهاش قبل الامتحان. يو نوت سيف. شفتوا الكرياتيفيتي؟ خدت بالكم في الفتره دي بيبقى ما فيش مجال للخطا، وما فيش مجال ان انت اصلا تقعد تجرب حاجه وتفشل، او ان انت تقعد تجرب وما تنفعش، او الكلام ده. مفيش وقت اصلا، او مفيش وقت ان انت تذاكر اساسا، مش مفيش وقت ان انت تجرب، ومفيش وقت ان انت تذاكر. فانا في فيديو النهارده هقول لكم على شويه اخطاء او شويه حاجات اوعوا تعملوهم قبل الامتحانات، لان لو عملتوهم هتبوظ لكم الدنيا. حتى لو انت مذاكر او عندك نيه ان انت تذاكر، لو عملت الحاجات دي فانت هتخش الامتحان مش هتعرف تحل اي حاجه، ولا كانك ذاكرت اي حاجه. وفي نفس الوقت لو ربنا هداك وقررت تذاكر، الاخطاء دي برضو لو عملتها هتقلل جدا جدا من كواليتي المذاكره بتاعتك. طيب ايه هي الحاجات اللي احنا ما نعملهاش دي؟ اول غلطه انت بتعملها وهي انك بتذاكر مذاكره عشوائيه. يعني ايه بذاكر مذاكره عشوائيه؟ يعني تقعد تقرا وتقنع نفسك ان انت فهمت. يعني ايه؟ يعني انت بتقرا وبتذاكر وبتقفل الكتاب وبتخش تنام، فانت كده اعتمدت ان انا ذاكرت، انا خلاص انا تمام فهمت. طب انت اتاكدت ان انت فهمت؟ لا. طب انت عرفت منين انت فهمت؟ انت سالت مخك هل يا مخي يا حبيبي انت فهمت؟ هو رد عليك قال لك ايوه. ده ما حصلش الا اذا كان دي ارتجال من عندك يعني، انما علميا وعمليا فهو ما حصلش. يعني ايه؟ يعني حضرتك بتذاكر وبتقفل الكتاب وبتخش تنام، او بتقفل الملزمه وبتخش تنام، ما بتختبرش نفسك، ما بتثبتش المعلومه. انت دخلت المعلومه بس المعلومه ما اتثبتتش. انت بمجرد ما هتقفل الكتاب وهتقوم انت مش فاكر اي حاجه. قبل ما تقفل الكتاب كمان انت اصلا مش فاكر حاجه. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ الطريقه الصح ان انت تحل بيها الموضوع ده هي عباره عن 3 خطوات، بس 90% من الطلبه مش بيعملوهم اصلا. زي ما انت دلوقتي انت بتسمع الفيديو او بتتفرج على الفيديو وانت مش تعمل الكلام ده، تخيل. فخليك من ال10% الباقيين دول اللي هم الشاطرين الجامدين الحلوين، واعمل باللي انت بتتفرج عليه، ما تضيعش وقتك على الفاضي. بما انك سمعت الفيديو فاعمل اللي موجود فيه يعني، تعال على نفسك معلش. طيب انا احل الغلطه دي ازاي او احل المشكله دي ازاي؟ هتحلهم 3 خطوات بسيطه جدا. اول خطوه ان انت تفهم. انا عارفه ان هو حاجه صعبه بس للاسف محتاج تشغل مخك ومحتاج تفهم. وده مش معناه ان انت تبقى فاهم كل حاجه 100% وما تقعدش تحفظ، انا ما قلتش كده، بس اهم حاجه ان انت تبقى فاهم الفكره العامه، تبقى فاهم الفصل بيتكلم عن ايه، الباب بيتكلم عن ايه، الماده بتتكلم عن ايه، الماده اصلا بتتكلم عن ايه. فانت قبل ما تبتدي تحفظ او قبل ما تبتدي تذاكر اصلا لازم تفهم الفكره العامه، انا داخل على ايه. فانت ممكن بكل بساطه ان انت تفتح الكتاب وتقعد تقرا قراءه اي كلام، اقعد بصمج، اقعد بتي، اقعد اعمل اي حاجه، المهم ان انت تقعد تقرا 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 قراءه سريعه. تمام، خلصت القراءه السريعه عيدها تاني، خلصت عيدها تالت، اقعد اقرا وخلاص. حتى لو انت مش فاهم مش مهم، اقرا العناوين، اقرا العناوين الكبيره واقرا العناوين الصغيره اللي تحتها، ولو ربنا قدرك وتقرا اللي تحت العناوين الصغيره كمان اقرا. هنا المطلوب منك مش ان انت تقعد تقرا 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 وتقفل الكتاب وتخش تنام، لا، هنا المطلوب منك ان انت تفهم الفكره العامه الاول قبل ما تذاكر. ده ليه؟ ده عشان بيسهل عليك مرحله المذاكره او مرحله الحفظ، عشان المعلومه تثبت في دماغك. لو انت بتذاكر الماده لاول مره فانت مستحيل المعلومه تثبت في دماغك. ما تقنعنيش ان انت اول مره تفتح الماده واول مره تذاكر الجزئيه دي فالمعلومات هتلزق في مخك، مستحيل. فانت لما بتيجي تقرا الفكره العامه عن الموضوع فانت بتاهل مخك ان ايه، اوكي تمام انا تمام فهمت. تيجي بقى تحفظ او تيجي بقى تذاكر فمخك خلاص تمام، انا تاني مره اقرا المعلومات دي اصلا او تالت مره اقرا المعلومات دي، فانا المعلومات دي مش جديده بالنسبه لي، مش اول مره اشوفها، مش اول مره اسمعها، فبالتالي بتبقى مألوفه على ودانك ومألوفه على دماغك. فبالتالي الموضوع ما بيبقاش صعب، ما بيبقاش صعب ان انت تذاكر، ومش صعب ان انت تفتكر المعلومه وتسترجع المعلومه، لان اوريدي المعلومه عدت على مخك كذا مره. تمام، فدي اول خطوه تعملها. تاني خطوه تعملها ان انت تسال نفسك. تاني خطوه اشرح اللي انت قراته دلوقتي او اللي انت ذاكرته، قوم اشرحه، اقفل الكتاب وقوم اشرحه. اشرحه لنفسك، اشرحه للحيطه، اشرحه لاي حاجه قدامك، لان لو قدامك بوتاجاز اشرحه للبوتاجاز، قدامك غساله مش عارفه البوتاجاز هيعمل ايه قدامك وانت بتذاكر، بس مثال يعني اهو اللي جه في دماغي. فاهم حاجه ان انت بعد ما تخلص مذاكره قوم اشرح الحاجه دي. لما بتشرحها المعلومه بتثبت اكتر في مخك. ممكن تكلم واحد صاحبك تشرح له، ممكن تشرح لنفسك، ممكن تشرح للاوضه كده. قوم كده واقعد اشرح كأن في ناس قدامك، تخيل ان في ليك جماهير وفي ناس قدامك، اقعد اشرح له. لو قمت تشرح وما عرفتش تشرح يبقى انت اصلا ما ذاكرتش، يبقى الخطوه الاولانيه اللي احنا عملناها اصلا دي بلح، دي فشلت اساسا. فانت ارجع من الخطوه الاولانيه دي. فانت تعمل ايه؟ احلى اسماعيليه صد رد، ارجع تاني الخطوه الاولانيه، اعمل نفس اللي قلناه، وبعد كده خش على الخطوه الثانيه ان انت تشرح. الحمد لله قرانا المنهج كذا قرايه وفهمنا الفكره العامه، وبعد كده قعدنا ذاكرنا. تاني خطوه قمنا شرحنا الدنيا زي الفل. تالت خطوه ايه؟ تالت خطوه ان انت تحل. احنا خلصنا كل الحاجات دي الحمد لله. اظن مرحله الحل هتبقى اسهل مرحله عليك، انت ذاكرت وشرحت، نقعد نحل بقى كل الاجزاء اللي انت ذاكرتها حولها لاسئله. انت ممكن اصلا تعمل اسئله، او مكسل تعمل اسئله افتح الكتاب وذاكر الاسئله بتاعت الجزئيه دي، لان كده كده الامتحان مش هيجي يقول لك اشرح لي اللي انت ذاكرته او اشرح لي لوحه العشاء الاخير بتتكلم عن ايه. هو مش هيجي يقول لك كده. الامتحان هيجي عباره عن ايه؟ عباره عن
اسئله 1+1=2 كده يدبك سؤال تدب عليه باجابه على طول، مش لسه تقعد ترغي بس كده. الاسئله اللي انت عملتها ممكن تكتبها في كشكول عشان تعرف ان انت تراجع عليها قبل الامتحان، او تكتبها في الكتاب، او تكتبها على الحيطه، اكتبها على ايدك، اكتبها في اي حته. ولو انت مش تكتب اسئله طبعا هنحل اسئله الكتاب. منطقي. لازم تبقى عارف كويس ان المذاكره الصح قصادها حل، مش قراءه، مش مذاكره، مش حفظ، حل. تمام. نخش بقى على الغلطه الثانيه، والغلطه الثانيه بتتكلم عن اللي انا بصور لكم منه دلوقتي بالظبط كده. التليفون. المشكله مش انك ممكن تمسك التليفون او تفتح التليفون او تسكرول او كل الكلام ده، لانك ماشي تمام ممكن تسيطر على نفسك وما تعملش اي حاجه من الحاجات. بس فكره اصلا ان انت بتسيطر على نفسك دي في حد ذاتها بياخد من طاقتك، دي في حد ذاتها لود عليك. انت كده بتحمل نفسك، غير ان انت بتذاكر وشايل هم اصلا ان الامتحانات قربت ومضغوط ومتوتر، فانت متوتر اكتر من التليفون جنبك وانت مش عارف تمسكه او مش قادر تمسكه او مانع نفسك ان انت تمسكه. صوت النوتيفيكيشن جنبك، هو اصلا شكله جنبك، انت متعود ان انت ايدك على طول بتروح على التليفون، فانت بتمنع نفسك عن كل الحاجات دي وعن لذات الحياه. فانت بالتالي بتحس ان انت بتضغط على نفسك اكتر من هي اصلا مضغوطه خير. فالحل ان انت اصلا تسكيب الحته دي، وان انت تشيل اللود ده من على نفسك، وان انت تعمل ايه، ان انت ترمي التليفون بره الاوضه زي ما اتفقنا في كل فيديوهاتنا. بجد اديه لحد، اديه لاخوك الصغير، او اديه لمامتك، اديه لباباك، اديه لاي بني ادم، اي كائن، اديه لعم محمد بتاع السوبر ماركت تحت. المهم ان انت ما تخليش التليفون معاك في الاوضه، ما تخليهوش جنبك، دي اهم حاجه، لانه غصب عنك هيفقد تركيزك، غصب عنك هيقلل من تركيزك. حط التليفون بعيد، مش سايلنت، بعيد. الغلطه الثالثه ان انت تقعد تقول طبعا انا مضغوط فانا هقعد بقى اعمل ايه، هنقعد نطبق 3 ايام و4 ليالي في شرم الشيخ. احنا مش رايحين نصيف. فكره بقى ان انت تقعد تطبق باليومين دي فكره غبيه جدا، لان مخك اصلا عشان يشحن طاقته عشان يقدر يكمل ويقدر يذاكر فهو محتاج ينام، ده الغذاء بتاعه. انت تاكل كويس وتنام كويس، فانت طبعا ولا هتاكل كويس ولا هتنام كويس. فانت حرفيا كانك بتصب مجهود على الارض، انت بتحط مجهود على الفاضي، لان مخك كده كده مش هيستوعب اي معلومه من المعلومات اللي انت بتديها له. ليه؟ لانه مش بتديله احتياجاته اللي هي ايه، اللي هي ابسط حقوق النوم. فكره السهر، فكره التطبيق دي مرفوض. مرفوض. المخ طول ما هو مرهق فهو بيخزن اقل، والافشنسي بتاعته بتكون اقل بكتير، فبالتالي انت بتفتكر اقل وبتفكر اقل. نام كويس وذاكر اقل، مش مشكله، هتفهم والمعلومه هتثبت. هتنام قليل وهتذاكر كتير. الغلطه الرابعه وهي المقارنه. مالكش دعوه بدحيح الدفعه، مالكش دعوه برضه بصاحبك اللي بيقول لك انا ما فتحتش المنهج وهو اصلا مراجع عليه 7 مرات، مش مذاكره 7 مرات، لا هو مراجع عليه 7 مرات. فمالكش دعوه بحد، ولا تتصل تطمن ان صاحبك ذاكر فيقول لك انا ما ذاكرتش، فانت من جواك تطمن ان مش لوحدك اللي مش مذاكر. عادي، ما في ناس كتير مذاكره، صدقني بيحاور عليك، هو قاعد بيذاكر دلوقتي، هو اصلا وانت بترن عليه هو كان قاعد بيذاكر، بس هو رد عليك عشان يثبت لك انا قاعد ما بعملش حاجه، ده انا قاعد على التليفون اهو، وهو اصلا قاعد بيدح. ما تبقاش عبيط. فانت لو قارنت نفسك بالناس دي فانت هتقع، لان هو بيحور عليك اصلا. ولو قارنت نفسك برضو بقى بالناس اللي انت شايفها فعلا احسن منك ومن اوائل الدفعه وبيذاكروا وعيال دحيحه، انت برضو هتحبط نفسك ان انا مستحيل اوصل للناس اللي هناك دي، مستحيل ابقى زيهم، فبرضو مش هذاكر. فانت في الحالتين مش هتذاكر، لو قارنت نفسك باللي احسن منك مش هتذاكر، ولو قارنت نفسك باللي اقل منك مش هتذاكر. فاحنا نعمل ايه؟ نلغيها من الاساس ونلغي المقارنات. مالكش دعوه بحد، انت ليك دعوه بنفسك. كل بني ادم ليه حياته وكل بني ادم ليه اولوياته، انت مالكش دعوه بحد، خليك في نفسك. المقارنه بتخليك تركز على غيرك مش على نفسك، واللي هيخش الامتحان انت اللي هتتحاسب. الغلطه الخامسه وهي التوتر طبيعي بيخليك تقعد تذاكر، التوتر اللي مش طبيعي بيخليك مش عارف تذاكر. فكره بقى انك يجيلك بانيك وتقعد ايدك تترعش ورجلك تترعش وبطنك توجعك ويجيلك قولون عشان خايف من ماده بكره، لا، ما هو مش امتحان دخول الجنه والنار، هو امتحان عادي، امتحان زي اي امتحان يعني، صابت خابت، مش امتحان تحديد مستوى انت داخل الجنه ولا مش داخلها، امتحان طبيعي. انت اول مره تمتحن يعني في حياتك؟ احنا طول عمرنا بنمتحن، الدنيا نفسها دار ابتلاء، انت متعود. فاهم حاجه ان انت ما تتوترش. حسيت انت متوتر، اقطع حبل التوتر ده، اقطع حبل تفكيرك، قوم اعمل اي فعل، اعمل شاي، اعمل قهوه، اتمشى، روح كلم حد من اهلك، احكي مع اي حد من اخواتك، مع مامتك كده، وارجعي ذاكري تاني. فكره بقى ان احنا نقعد نستسلم للتوتر ده، دي فكره مش منطقيه. اصل التوتر هيفيدك بايه؟ نستفاد ايه لما نتوتر؟ ضمننا مكاننا في الجنه يعني؟ خلاص انت اتوترت فانت خلاص ده يعني ضمنت ان انت ناجح؟ مش بالتوتر. ايه والله ساعات والله ابرد خلق الله هم دول اللي بيجيبوا درجات، لان طول ما انت بارد المعلومه هتبقى حاضره، طول ما انت متوتر المعلومه مش هتيجي. وحصلت معانا كتير جدا ان احنا بنبقى داخلين الامتحان، واول ما تقرا اول سؤال فانت مش فاكر، ثاني سؤال فانت مش فاكر، ثالث سؤال فانت مش فاكر، فانت تلاقي نفسك خلصت 5 6 صفح من الامتحان انت مش فاكر منهم حاجه. ساعات بقى تبتدي تحل من تحت
تلاقي نفسك بتحل كويس. ليه بقى؟ عشان انت ما بتديش فكره الوهله الاولانيه دي. اول سؤال ما بنفتكروش حتى لو انت مذاكر، فانت مش هتفتكره. بتسمي الله كده، تسترخي كده وتريلاكسنج. ومعظمنا برضه بيحصل معاه حاجه غريبه جدا، اخر 5 دقائق في اللجنه بينزل فيه الوحي سبحان الله. فجاه بتلاقي نفسك بتحارب الزمن. ما تفهمش اشمعنى اخر 5 دقائق دول. ليه بقى؟ لان صدقني انت بتبقى خلاص، انت خدت على وضع الامتحان، خدت على الجو، خدت على شكل الاسئله، مخك استرخى، فبيقعد يركز ويقعد يرجع المعلومات ويقعد يفكر ويقعد كده. طول ما انت بقى شادد وجازز وعامل، فانت مش هتفتكر اي حاجه. وبعدين الدنيا مش مستاهله يعني كلنا هنموت في الاخر. الغلطه الاخيره بقى، بترمي الكلام اللي انا قلته في النقطه اللي فاتت في الزباله. ليه؟ عشان برضو ما تريحهاش قوي. تمام؟ فما تقعدش تقول لسه بدري. لا، بدري من عمرك يا حبيبي، هو مش لسه بدري. كل يوم تقعد تاجل. فانا خلاص طب هبدا من بكره، طب تمام هبدا من بعده. الامتحانات الاسبوع الجاي تبدا من بكره، وبعديها ليله الامتحان تقول يا ريتني كنت ذاكرت من اول السنه. ما انا ما بقولكش ذاكر من اول السنه، ذاكر من قبلها باسبوع حتى، يعني خلي عندك ده. فانت بقى مش محتاج تقعد تذاكر بال 12 ساعه وبال 14 ساعه والهبل ده. انت مش محتاج كده خالص. انت بس محتاج تنفذ النقط اللي انا قلتها طول الفيديو، الحاجات اللي انا عماله اهري فيها، وتذاكر صح فعلا. تقعد تذاكر وانت هتشوف الفرق بنفسك. النقط اللي انا قلتها دي هتفرق معاك جدا، وكلها نقاط مجربه. يقول لك اسال مجرب ولا تسالش طبيب. بس كده. فانت ممكن دلوقتي تكتب لي في الكومنتس انت هتبدا من امتى، او هتبدا من دلوقتي. اكتب انا هبدا دلوقتي وبس كده. انا هاجر منصور، دي كانت حلقه النهارده. تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، فعلوا زر الجرس، وتكتبوا لي في الكومنتس اي سؤال وانا هجاوبكم عليه ان شاء الله. واشوفكم الفيديو القادم. الى اللقاء.